واحدة من أحلى الطرق للأكلات المصرية الأصلية اللي مختلفش عليها أي حد هي صينية الرقاق باللحمة المفرومة، ومن غير شوربة لحمة ولا فراخ ولا بط، خفيفة جدا والقطعة مورقة ومش معجنة خالص. دي الصينية اللي دايما بتتعمل بحب في المطبخ، والعيلة كلها بتتجمع عليها. ليها روح جميلة جدا على السفرة. هقول لكم على شوية تركات فيها علشان تكون خفيفة ومش تقيلة أبدا في أكلها. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. اول حاجه هنحضرها هي الشوربه الرايقه اللي انتوا شايفينها ديت. حله وهحط فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي. هنعتمد السمنه البلدي في وصفه النهارده. بعد كده هضيف بصلايه كبيره مقطعاها مكعبات صغيره، اديها كده تشويحه بسيطه على النار. وبعد كده هضيف يا دوبك فص واحد من الثوم مفروم فرم ناعم. اقلب كويس قوي وارجع اضيف جزرايه صغيره مقطعاها مكعبات صغيره ومتقشره، وكمان طماطميه كبيره برضو مقطعاها مكعبات صغيره. تقليبه كمان على النار، وبعد كده بقى ابهر بمعلقه من الملح، الفلفل الاسود، السبع بهارات او البهارات المشكله، ومكعبين من المرقه. تقليبه كمان على النار، وبعد كده اضيف كميه حلوه من الميه المغليه علشان تطلع لنا كميه حلوه كده من الشوربه. تقليبه واغطي الحله واسيب الشوربه على النار لمده كده تلت ساعه بالكتير. ودلوقتي نحضر مع بعض اللحمه على الصاج. طاسه وفيها معلقتين كبار من الزيت، وهضيف يا دوبك طرف المعلقه من السمنه البلدي. بعد كده هضيف 4 بصلات كبار متقطعين حتت صغيره زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب اعتمد كميه كبيره من البصل في اللحمه على الصاج علشان بيخلي الطعم بتاع اللحمه مسكر وحلو جدا جدا. اللي عاوز يقلل من كميه البصل مفيش مشكله خالص. سبت البصل على النار يا دوبك يدبل، مش عاوزاه لا ياخد لون بني ولا ياخد لون ذهبي حتى، يا دوبك يدبل معايا. بعد كده هضيف نص كيلو من اللحمه المفرومه، وهسيب اللحمه المفرومه على النار لحد ما تاخد لون من تحت. وبعد كده هقلب فيها لحد ما كلها تاخد لون واحد. لو اتجمعت معاكم وانتوا بتقلبوا فكوها كده بالشوكه. بعد كده اضيف ملح، فلفل اسود، هضيف كمان التوم البودر والسبع بهارات ورشه بسيطه من جوز الطيب. اللي مش عاوز جوز الطيب يقدر يشيلها، مفيش اي مشكله خالص. قلبت كويس قوي مع البهارات، وبعد كده هضيف معلقه كبيره من معجون الطماطم، وطماطمايه كبيره بشراها بالمبشره اليدوي من غير القشر بتاعها. معجون الطماطم والطماطمايه كمان هيدوا طعم ولون حلو جدا للحمه. بصوا بقى اللحمه جميله ازاي وريحتها كانت في منتهى الجمال. الشوربه كمان بقت جاهزه معايا، ابتدي اصفيها كويس جدا بقى. مش عاوزين يكون فيها اي خضار خالص. بصوا بقى الشوربه لونها جميل ازاي ورايقه وطعمها حلو جدا جدا. هاخد كده حوالي كبشتين من الشوربه، وبعد كده هضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر بقى دوت السحر اللي هيخلي معانا الرقاق مورق وحلو جدا جدا، ويكون خفيف كده وما يكونش ملزق في بعضه. قلبت كويس قوي واضيف بقى الكميه ديت على باقي كميه الشوربه واقلب كويس جدا. كده الشوربه معانا بقت جاهزه. انا هستخدم كمان الرقاق البلدي. تقدروا كمان تستخدموا الرقاق اللي هو بيبقى المعلب، بس انا بحب دوت اكتر. بس اهم حاجه ان احنا نستخدمه ما يكونش سميك قوي، يعني يكون كده رفيع. بعد كده معايا طبقين، طبق فيه سمنه بلدي وطبق فيه قشطه وش اللبن، ومعايا صينيه كبيره. هاخد بقى صينيه بتاعتي ادهنها كده بدهنه حلوه من السمنه البلدي كده في الارضيه وكمان في الجوانب. وبعد كده معايا صينيه تانية فيها كميه من الشوربه. اهم حاجه ان الشوربه تكون سخنه جدا جدا. اخد بقى الرقاق اغطسه كده في الشوربه، ولو في حتت كده في الرقاق ما وصلهاش الشوربه اوزع كده الشوربه على الرقاق كويس قوي، بس اهم حاجه ما اخلوهوش مبلول قوي بالشوربه. كده كويس جدا. اخد بقى اول طبقه احطها كده في صينيه، وهدهن بقى اول طبقه بدهنه كده من السمنه البلدي، واكرر بقى نفس الخطوات. وزي ما قلت لكم لو في اي حتت كده في الرقاق ما وصلهاش شوربه بنوزع عليها الشوربه. الطبقه التانية ادهن كده بدهنه من القشطه او القشطه البلدي اللي هي قشطه وش اللبن. كمان بتدي للرقاق طعم حلو جدا. انا عملت 4 طبقات من تحت. وبعد كده هجيب اللحمه اوزعها كده بنفس الشكل ده. وانا بحط اللحمه كده هضغط كويس قوي علشان اللحمه تمسك على طبقه الرقاق. انا كده حطيت كل كميه اللحمه، وزعتها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. وهكرر نفس الخطوات في الطبقات اللي فوق. يبقى انا كده استخدمت 8 ورقات من الرقاق، 4 تحت و4 فوق. كوبايه من الشوربه وعليها يا دوبك ربع كوبايه من الحليب. وهوزع كده في الاطراف علشان الاطراف ديت تبقى طريه وتمسك على بعض كويس قوي. وبعد كده اوزع باقي الكميه على الرقاق كله. كده كويس جدا. اسيب بقى صينيه كده لمده 10 دقائق بالكتير. كده خلاص الاطراف بقت طريه، ابتدي كده اقفلها على بعضها بالسباتيلا. واخر حاجه قبل بقى ما تدخل الفرن دهنه كده من القشطه. هاخد صينيه ادخلها الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف الاوسط. واول كده ما الرقاق ياخد لون ذهبي من الجوانب ومن الوش زي ما انتم شايفين كده، كده خلاص استوى معايا من تحت. اخر حاجه هدهنه كده بدهنه بسيطه من السمنه البلدي
وهاخد صينيه احطها في الفرن من تحت خالص، وبعد كده اشغل الشوايه هيسوي لي كل الطبقات اللي فوق، وكمان هيدي للرقاق اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بقى عامل ازاي ومقرمش ويجنن، ريحته كانت خطيره. انا هغطي الرقاق شويه كده لمده 10 دقايق قبل ما اقطعه علشان خاطر يبقى طري معايا، انا مش عاوزاه يكون مقرمش قوي. بصوا بقى جميل ازاي ومظبوط، والطبقات مسكت على بعضها من الجوانب. ده كده كان الطبقه اللي فوق، وعايزه اوريكم كمان من الظهر بتاعه مظبوط ازاي واخد لون يجنن ازاي. بصوا بقى مظبوط ازاي، حلو جدا جدا. عاوزه اقول لكم كمان ان ريحته اثناء التسويه كانت خطيره. اخر حاجه دهنه من القشطه وهو سخن كده او من السمنه البلدي. وبعد كده نبتدي بقى نقطعه بعد ما يبرد شويه. شايفين طري ازاي معايا، يجنن. بصوا بقى القطعه رهيبه. عايزه اوريكم كمان قد ايه الورق مورق كده من بعضه وجميل، بصوا باين جدا. شايفين بقى الطبقات مورقه ازاي، وحشوه اللحمه المفرومه باينه فيه، وخطير بجد. كان طعمه في منتهى الجمال. لازم تجربوا الرقاق باللحمه المفرومه بالطريقه ديت، هيعجبكم جدا. وزي ما انتوا شفتوا كده سهل وبسيط وسريع. وبس كده وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. بالف هنا وشفا، وباي باي.